السلام عليكم. بصفتي قنصل المملكة المغربية بأنفيرس، أنا سعيد اليوم تواجدي في هذه الأمسية اللي تنظمها جمعية فاموس. هذا اللقاء المهم، أنا فخور وجد مسرور نتواجد في هذا اللقاء اللي تيجمع ثلة من الشباب المغربي في المجال الطبي، وفرصة نتلاقاو مع هاد الشباب اللي تيعيشوا هنا في بلجيكا وتيقوموا بواحد العمل مهم في واحد المجال مهم وحيوي. تنبغي نقول بهذه المناسبة أن العلاقات ما بين المملكة المغربية وبلجيكا علاقات مهمة ومتطورة لواحد الشكل كبير، والمغاربة اللي تتواجدوا هنا في بلجيكا وفي المنطقة الفلامانية على الخصوص عندهم واحد الدور كبير وتلعبوا واحد الدور كبير في تنمية العلاقات ما بين المغرب وبلجيكا والعلاقات ما بين المنطقة الفلامانية على الخصوص والمغرب. العلاقات ما بين بلجيكا والمغرب شهدت واحد التطور كبير بحال اللي قلنا، وفي هذه السنة شهدت واحد الحدث مهم. كانت واحد البعثة اقتصادية اللي مشات للمغرب، فيها 465 بلغو ماروكان من الشباب والمغاربه اللي ناجحين في الحياه العمليه ديالهم، ومن المقاولين والناس اللي مشاو للمغرب. بعثه اقتصاديه مشات للمغرب، وتتعد هذه البعثه اكبر بعثه اقتصاديه اللي قامت بها بلجيكا في السنين الاخيره، وكانت برئاسه الاميره استريد. علاش نهضر على هذه البعثه؟ لان في ضمن الاشغال ديال هذه البعثه اللي مشات للمغرب كان الموضوع ديال الصحه كاطار ديال يكون من اطر من لي بيليي ديال لا كوبيراسيون ما بين بلجيكا والمغرب. وحنا في المغرب تنعولوا بزاف على هذا المجال ديال الصحه باش يكون رافعه لتنميه التعاون ما بين بلجيكا والمغرب، وقنطرة ليكون واحد التواصل، واحد تبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي، وتنأملوا الخير أنه يكون واحد التعاون لفائدة البلدين ولفائدة الشباب المغربي بالخصوص اللي تعمل في هذا المجال ديال الصحة. وإن شاء الله غادي يكونوا مبادرات مهمة هذه السنة اللي في هذا المجال باش يتقوى التعاون. ما تنبغيش نخلي الفرصه تمر بلا ما نشكر القيمين على هذه الجمعيه اللي داروا هذه المبادره، وكذلك الشكر تنبغي يكون موصول لجميع المغاربه هنا في بلجيكا في المنطقه الفلامانيه وفي جميع المناطق في بلجيكا على المجهودات ديالهم وكيفاش تيتفاعلوا مع المجتمع البلجيكي وكيفاش يشرفوا بلادهم احسن الشرف. شكرا.